السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلب ام سوزي الغاليين، عاملين ايه؟ اللي دايما منوريني وقناة منورة بكم يا حبايب قلبي. لسه بقى متغدين حالا وعملنا شاي بقى وشربنا يا حبايب قلبي، وكنت قاعدة بقى مكسلة، قلت لا امي بقى يا ام سوزي كده اتنشطي كده واغسلي المواعين وروقي المطبخ واغسلي البوتاجاز وخليه زي الفل، عشان لما ادخل بعد كده مثلا انا اعمل اكل اعمل اي حاجة يكون مطبخي نضيف كده ورايق. منوريني كده يا حبايب قلبي، وما تنسونيش بقى باللايك والاشتراك في القناة. واحد بعد الاكل يبقى ايه؟ عايز يعمل اي شويه تشجيع كده عشان خاطر يقدم الاكل يا حبايب قلبي. انا قمت بقى على المطبخ بقى، هو المطبخ اللي هينشطني. اغسل بقى المواعين واغسل البوتاجاز واروق المطبخ واخليه فل. وانا ما بحبش مطبخي يكون فيه اي طبق وسخ، بحب نضيف على طول. ندخل نعمل اكل او نعمل هو يعملوا كوبايه شاي، يعملوا اي حاجه يكون المطبخ نضيف يا حبايبي. بطبخ برضو اي حاجه وانا بطبخ كده بغسل برضو ورايا معلقه وسخه حلوه مخلصه فيها تقليه صلصه اي حاجه بغسلها اول باول جنب كده، ما بخليش الا يا دوبك مواعين الاطباق بس بتاعت الغدا او حلوه كده وكده بغسلها برضو بعد الغدا كده حاجه. بس انا برضو اول باول كده وانا بطبخ بكون منضفه حواليا برضو المطبخ الحوض مش مخليه المواعين كده، دوبك مواعين الغدا بس. خلصت المواعين بتاعتي يا حبايبي، هحط بقى الحوض كده يا حبايبي. سلق البوتاجاز، شايفين البوتاجاز يا جماعه كان بيطلع من الاكل عامل ازاي؟
ما بغسل البوتاجاز بتاعي بخليه يرجع زي ما يكون لسه شاريه جديد يا حبايب قلبي. بعد كل اكل بفتكر اغسله غسله حلوه كده. رايكم بقى في الجمال ده؟ شايفين هيلمع. ايه رايكم بقى؟ شايفين خلي الرخام برضه تلمع ازاي يا حبايبي؟ برضه قطع لها بصل، قطع لها طماطم، لازم تكون الرخام تحت ايه نضيفه يا حبايبي ورايقه كده. خلصت المطبخ خلوه زي الفل زي ما انتم شايفين كده. هجيب بقى الميه وامسح الارض. بقى الميه بتاعتي حط فيها ديتول وحط فيها كلور عشان ايه نعطر برضو الايه ارضيه المطبخ يا حبايبي ونخلي المطبخ ريحته جميله كده. نيجي بقى في المطبخ بتاعي يا حبايب قلبي، روقت ونضفت وخلصت السيرفيس زي ما انتم شايفين كده. كده اكون خلصت الروتين بتاعي. ومع السلامه يا حبيبي، نورتوني.